بهذا الفيديو راح نحكي عن أخطر وأقوى هكر عربي والمصنف من أقوى وأخطر 10 هكرز بالعالم. حمزة بن دلاج انولد بعام 1988 بالجزائر. تخرج من جامعة باب زوار للتكنولوجيا، وكان بهي الجامعة يدرس تخصص هندسة إعلام آلي، وتخرج بعام 2008. الأغلبية راح يتساءل شو دخل هندسة إعلام آلي بتخصص حمزة اللي هو الهكر. حمزة دخل هذا الاختصاص ما كان بيحبه، ولكن هو كان بيحب الهكر هذا. كان يتعلم عن طريق الإنترنت، وين ما يلاقي بالإنترنت مكان لتعليم الهكر، موقع فيديو يروح يشوفه يتعلم منه. هو كان يحب هذا الاختصاص اللي هو الهكر. وبعد ما صار عنده خبرة بالحواسيب وهي الأمور، قرر إنه يعمل دورة لمدة 3 سنين يتعلم فيها كيف يتم تطوير الحواسيب، ويتعلم كمان لغة البرمجة الخاصة بالحواسيب. يعني هذا الشخص انه وصل لمرحلة يهكر اقوى بنوك العالم ويهكر شركات، مو بسهولة، اجت عن دراسة وصعوبة، تعب لحتى وصل لهذا المستوى من الخبرة. ومن بعد هاي الدورة اللي كانت مدتها 3 سنين، هون بقى بدأ بداياته بعالم الهكر. واول شيء اشتغل بالهكر الاخلاقي. الاغلبية راح يتساءل شو يعني هذا الهكر الاخلاقي. مثلا في موقع فيه ثغرة، فصاحب الموقع هذا ما بيعرف انه في ثغرة، بيروح بيكتشفها هو للثغرة وبيقول له الموقع فيه ثغرة عندك، انا راح اصلح لك اياها، وبياخذ مقابل هذا الشيء مبلغ مادي. وهي الوظيفة كانت مثل وظيفة مبدئية، يعني ما راح تكون معه وظيفة راح يشتغل فيها بشكل دائم. كان حمزة من عائلة جدا فقيرة بالجزائر. كانوا يقولوا انه كان يقعد لفترات طويلة على الكمبيوتر، احيانا توصل قعدته على الكمبيوتر ل 24 ساعة متواصلة. فبعد فترة من الزمن طور حاله كتير، وصل لمرحلة انه يكتشف ثغرات بالبنوك العالمية. وهي البنوك لما كان يكتشف فيها ثغرات كان يستلم مبالغ جدا كويسة، بين ال 50 لل 150 ألف دولار. وهلا رح نحكي عن القصة اللي انمسك فيها وكيف انسجن وليش مسكوه الشرطة. وهو لما اكتشف ثغرة مشتركة بين 200 بنك بأوروبا، ولكن هون غلط غلطة. بدل ما يروح يبلغ البنوك هاي انه في ثغرة مشتركة بينهم، راح وحول مصاري من هاي البنوك لبنك في تايلاند، وفعلا حول مبالغ جدا كبيرة. ومن الحساب اللي حول فيه لتايلاند حول لفلسطين مبالغ جدا كبيرة ولجمعيات خيرية، وحول للجزائر. ولكن مع الأسف الشرطة قدرت ترجع هاي المبالغ. فهون الشرطة شو عملت حركة ذكية مشان تقدر تمسك هذا الهكر. ما وقفت البنك، أخذت المصاري منه، خلت البنك شغال طول الوقت بس لحتى يجي حدا ياخذ منه مصاري. هذا الحساب يعني بس طلع منه دولار واحد، خلاص معناته هذا الشخص هو الهكر اللي حط فيه المصاري. وفعليا بعد 3 سنين قرر حمزة بن دلاج السفر لتايلاند. وكانت هي مثل رحلة سياحية. أول ما وصل عمل هوية مزيفة، وهو لما كان ببلده كان مراقب هذا الحساب طول هاي 3 سنين كمان. فالحساب تبعه طول هاي 3 سنين ما سحبوا منه ولا دولار واحد. لهيك هو يفكر انه الحساب آمن، يعني ما فيه شيء. وفعليا حمزة راح يجرب يسحب من البنك هذا مشان يشوف اذا في مشاكل بالسحب ولا لا. قرر انه يسحب مبلغ صغير، وبعد ما سحب هذا المبلغ فورا الكاميرا صورت حمزة. فورا اجاهم انذار للشرطة انه هذا البنك انسحب منه. فهون فورا الشرطة تحركت لمكان السحب وتعرفت على شكله من خلال الكاميرات، عرفت شكله لانه تم تصويره. فهون الشرطة ما راحت راقبته بكل مكان، وين عم بيروح وين عم بيجي، استنت لحتى وصل للمطار والقوا القبض عليه. لما طلع على المطار بده يسافر من تايلاند مسكوه بالمطار. وهذا الكلام كله صار بعام 2013. وحتى القاء القبض عليه كان تعاون بين انتربول الدولي وتايلاند. المهم تم اعتقاله بتهمة اختراق حسابات بنكية. لما مسكوه شافوا معه حاسوب وشريحة تعمل على الأقمار الصناعية، وهي الشريحة ما فيك تتعقبها أبدا. غير هيك مسكوا سيديات معاه، يعني أثبتوا عليه القضية بالكامل. بعدها تم نقله لجورجيا بأمريكا وسجنوه هنيك. فعليا بعدين تم الحكم على حمزة 15 سنة. ولكن حمزة بعدين صار ينفي هاي التهم اللي طالعوه عنه، ولكن كل الدلائل بتثبت انه هو عامل هاي الاشياء. يعني طالب يعيدوا النظر بقضيته، يرجعوا يفتحوها. بعدين قال بدي طلب واحد بس، رجعوني على الجزائر، حولوه على الجزائر على بلده مشان هناك يقدروا اهله يزوروه. طبعا تم الحكم على حمزة لمدة 15 سنة سجن. وهلا نحن تقريبا بنهاية سنة 2023. طبعا طول هاي السنين ما طلع ولا خبر عنه، ما طلع ولا مقابلة. ولكن قبل سنة تقريبا طلع بتسجيل صوتي وقال موعد خروجه من السجن. رسالة جميلة جدا من حمزة بن دلاج، يبعث برسالة خاصة للشعب الجزائري ويعطي موعد خروجه في هذا التسجيل. يلا خلونا نشوف. السلام عليكم. حبيت نقول لكل الشعب الجزائري شكرا من قلبي على كل الحب والاهتمام اللي قدمته لي من نهار اللي بان القضية ديالي قبل 10 سنين لنهار اليوم، وخاصة بعد ما فتحت الانستغرام. وشكرا على دعمكم ليا في الوقت اللي سحقيتكم فيه، ومازالني مسحق دعمكم حتى نخرج ان شاء الله ونرجع لبلادي في اقرب وقت ان شاء الله. محتاج دعواتكم ونحبكم في الله. ولاد بنات بلادي كلكم في قلبي. بإذن الله موعد الخروج يكون في 26 ماي 2024 ولا قبل إن شاء الله. سما صديق حاجة تبان هكا في الإعفاء ولا حاجة كيما هادو. من بعد ما نخرج
نجيب ترافل دوكيمنت نعاود نولي للجزائر. شكرا لدعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.